أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في عدد آخر من برنامج اربح مع تميم يأتيكم من محلات عياشي للتسوق. انتظرونا بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية أول متسابق. أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليه. رمضان كريم، رمضان الناس كل اجمعين. شريف ختة، طالب العربي. الشريف، عندنا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ والدين. الدين من 1 إلى 4. رقم 4. رقم 4. في أي عام فرض الصيام على المسلمين وكم صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. الله يعلم، الثاني هجري. فرض في الثاني الهجرة أكيد. كم صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صام 30 يوم. كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم رمضان؟ الله يعلم. ما عندكش إجابة؟ لا لا. أبدا. تو أعطيتنا نصف الإجابة والنصف الآخر مازال. ما عندكش؟ لا للأسف. نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. الله فيك. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليه. مراد ياسر من سيدي بالعباس. وراد ياسر، مرحبا بك. ياسر، عندنا مجال الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ اختار الرياضة. الرياضة من 1 إلى 4. أي سؤال، أي رقم؟ زوج. السؤال رقم 2. من هو اللاعب البريطاني الذي فاز باللقب الدوري في 4 دول؟ 4 دول. لاعب بريطاني. لاعب بريطاني في 4 دوريات. 4 دول، 4 دول. 4 دول. فاز بلقب الدوري في 4 دول. دول. اذكر أي لاعب بريطاني لعل تكون الإجابة صحيحة. ستيرلينج. لا، زدت لك محاولة واحدة. ما عرفتش. نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. شكرا. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليه. يبارك فيك. خالد رحال، ولاية بسة. الطلب العربي. طالب العربي. الطلب العربي. دين، الثقافة العامة، الرياضة، أي مجال تختار؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة من 1 إلى 4. من 1 ل4. 4. السؤال رقم 4. ما هو مقياس سرعة السفن؟ قياس سرعة السفر. مقياس سرعة السفر. سرعة السفن، نعم. السفر نورمال. مقياس سرعة السفر. واش نقيسوا السرعة نتاع السفينة هنا؟ السفن. إيه. بالعقد. بالعقدة. عقدة. نتأكد من إجابتك. مو العقدة. العقدة. آخر إجابة. آخر إجابة. أنت الفائز معنا في العدد الثامن من برنامج اربح مع تميم. خالد رحال يفوز في العدد الثامن، قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري مهداة من طرف محلات عياشي للتسوق. بارك الله فيك. كلمة توجهها المتابعين. شاركوا. شاركوا. السلام عليكم. شكرا. كان هذا العدد الثامن أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. وهذا السؤال موجه إلى حضراتكم وهو كالتالي: ما هو ثالث أكبر مسجد في العالم؟ قدم الإجابة في التعليق مرفق بالاسم واللقب، وقم بمشاركة العدد حتى تحسب الإجابة. صح فطوركم.